السلام عليكم ومساء الخير عليكم، ويا رب دايما كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. وزي ما احنا مكملين في الحلقات بتاعتنا وثقافة برلماني، وشفنا في الحلقات اللي فاتت مجموعة كبيرة من معلومات عن الدستور وعن التشريع وعن البرلمان. فتعالوا بقى زي ما شفنا كل المعلومات اللي فاتت دي نخش في البرلمان. معاكم النهاردة أحمد موسى ورحلة جديدة ونشوف البرلمان. طيب، مفهوم البرلمان بتاعنا هو زي ما احنا نقدر نقول هو مقر التقاء النواب. إذا كان مجلس النواب، مجلس الشعب، مجلس الأمة، مهما كان المسمى، هو في الآخر ملتقى للنواب دولت عشان يطلعوا لنا تشريع أو يكونوا مصدر للتشريع. وإحنا دايما بنقول عليها هي السلطة التشريعية. يبقى مجلس النواب، مجلس الأمة، مجلس الشعب هو مصدر التشريع. إيه مصدر التشريع ده؟ هو القوانين والدساتير اللي بتحكم الدول والبلاد. طبعا بما اننا احنا في مصر فاحنا عندنا مجلس النواب المصري. فهنشوف دلوقتي انواع البرلمان. احنا عندنا دايما نسمع اللي فيه عندنا برلمان احادي التشريع، وبرلمان ثنائي التشريع، وعندنا برلمان ادنى وبرلمان اعلى. ايه المسميات دي ويعني ايه؟ عندنا برلمان احادي التشريع يعني غرفة واحدة تشريعية. يعني احنا في مصر عندنا كان برلمان الامة، برلمان الشعب، مجلس النواب، مجلس الامة، هو برلمان واحد بس ما فيش غيره. بعد كده لما حصل تعديلات على دستور 71 وجي المجلس الثاني كان مجلس الشيوخ. فاحنا كده بقى عندنا برلمانين؟ لا، بقى عندنا برلماني ثنائي التشريع بغرفتين. طب ايه الغرفة الأولانية؟ الغرفة الأولانية هي مجلس النواب اللي بيطلع التشريع. الغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ. وطبعا صلاحيات وسلطات مجلس الشيوخ هنتكلم عليها في الحلقات بتاعتها ان شاء الله. بس مجلس النواب هو المجلس او السلطة الوحيدة اللي من حقها تشرع قوانين. طيب، بيجي بعديها طبعا زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، اذا كانت الحكومة او رئيس الحكومة او مجلس الوزراء ممكن يطلعوا قوانين ويشرعوا قوانين. طبعا دي في حالات معينة واستثناءات معينة هنتكلم برضو عليها في وقتها. تمام. فاحنا عندنا كده احادي التشريع هي غرفة واحدة بس تشريعية، ثنائي التشريع هو غرفتين. طب ايه برلمان ادنى وبرلمان اعلى؟ برلمان ادنى ده البرلمان اللي بيبقى قريب من الشعب، اللي احنا دايما بنقول عليه هو مش يعني احنا دايما نقول ايه؟ عندنا المجالس المحليه. طبعا المجالس المحليه دي هي اقرب حاجه لخدمه الناس، هي اللي بتحتك بالشوارع، هي اللي بتحتك بالمواطنين، هي اللي بتشوف المشاكل على ارض الواقع. فاحنا ممكن نقدر نقول ايه، نوصفها او نقدر نقول عليها هي برلمان ادنى. بس هي طبعا مش برلمان. عمر المجالس المحليه ما كانت برلمان. نفس الفكره، البرلمان الادنى هو البرلمان القريب للشعب، اللي هو بيتم اختياره من الشعب، اللي هو دايما لازق في الشعب. خلاص. طب البرلمان الاعلى ده هو البرلمان اللي بيبقى لازق في السلطه، لازق في الحاكم، بيبقى قريب من الحاكم، بيتم تعيينه من الحاكم، هو اللي مسؤول عنهم، هو اللي بيجيبهم، هو اللي بيحددهم. عشان كده بنقول عليه دايما برلمان اعلى. فعشان كده بيختلف من كل نظام ومن كل دولة طريقة التشريع فيها، أو البرلمان جواها أحادي التشريع، الغرفة ثنائية التشريع، برلمان أدنى، برلمان أعلى في دول مختلفة. طبعا بعيد عن مسميات، في دول كتير بيبقى فيها برلمان أعلى أو مجالس عليا تبقى واصلة للحاكم أو الحاكم هو اللي بيعينها، وفي دول تانية بتبقى برلمان أدنى اللي هو برلمان الشعب أو واصل للشعب. وفي دول فيها أحادي التشريع، برلمان يعني أحادي الغرف التشريعية، فهو برلمان واحد الموجود. وفي دول تانية فيها غرفتين زي مصر، فيها المجلس النواب وفيها مجلس الشيوخ. طيب، عندنا اختصاصات مجلس النواب. اختصاصات مجلس النواب، أول حاجة الدستور بينص عليها في الباب الخامس من المادة 101 لحد المادة 138. إيه هي؟ أول حاجة التشريع. خلاص، يبقى أول حاجة مجلس النواب في اختصاصاته هي التشريع. يا عم أنت دورك اللي أنت تشرع قوانين. طيب، تاني حاجة إقرار الخطة والموازنة. يعني إيه إقرار الخطة والموازنة؟ يعني الحكومة بتجيب الخطة بتاعتها وتقول والله يا جماعة أنا هنفذ البنود دي 1 2 3 4 بميزانية أو بقيمة مالية 1 2 3 4. فمجلس النواب يا برضو زي ما قلنا، يا إما بيوافق عليها، يا إما بيعدل فيها، يا إما بيخصم من الفلوس اللي هم طالبينها. يعني دايما يقول لك إيه، الحكومة بتطلب ملايين ومجلس النواب بيديها آلافات. فممكن الحكومه تكون حاطه في الموازنه بتاعتها او في الخطه بتاعتها ان هي تصرف مثلا مليار جنيه. يجي مجلس النواب يقول لهم لا، احنا مش هنصرف المليار جنيه في بنود 1 2 3 4 دي، احنا مش محتاجينها وممكن نشيلها وما نضيفهاش.
وهنصرف بس نص مليار جنيه. فعشان كده هو بيقر الخطة والمصدر. طبعا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية دي من أهم سلطات مجلس التشريع. المجلس التشريعي بتاعنا اللي هي إيه؟ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية اللي هي إيه؟ يعني الحكومة بتطلع قرارات، خلاص، بتنفذ في قوانين بتنفذها الحكومة، في إجراءات، في اتفاقيات دولية، هو بيراقب على كل حاجة الحكومة بتنفذها. طبعا احنا عندنا مجلس وزراء، هو بيراقب على مجلس الوزراء عمل ايه وما عملش ايه. هو مقدم لي خطة، الخطة فيها بند 1 2 3 4، عمل 1 و2 و3 و4 ما عملوش، فبيراقب. هنا المراقبة بتاعت مجلس النواب من اختصاصاته. طيب اقرار المعاهدات والاتفاقيات بمعنى ايه؟ اللي رئيس الجمهورية ممكن يروح دولة او يجي له رئيس دولة، زي اللي حاصل اليومين دولت، اللي رئيس الدولة مثلا عند دولة صديقة او دولة ذات علاقات مع مصر، فراح وعمل معاها اتفاقية عسكرية، اتفاقية تجارية، اتفاقية رياضية، اتفاقية نقل. خلاص، الاتفاقيات دي كلها بتيجي لمجلس النواب، يبقى رئيس الجمهورية كده زي ما نقول ايه، حاططها بالقلم الرصاص، ماضي عليها كده بالقلم الرصاص، تيجي لمجلس النواب، مجلس النواب يراجعها مع الدستور والقانون، والله تمام وزي الفل وماشية، خلاص مجلس النواب وافق على الاتفاقيات دي وبقت سريع. خلاص. طيب، مناقشة بيان رئيس الجمهورية. مش رئيس الجمهورية لما بينتخب وبيجي يلقي بيانه قدام مجلس النواب، بيقروا مجلس النواب وبيناقشوا، ويناقش رئيس الجمهورية فيه. وطبعا بيان رئيس مجلس الوزراء أو خطة مجلس الوزراء والحكومة بيناقشها فيها. طيب، تعديل الدستور، من حق مجلس النواب اللي هو يعدل مواد في الدستور. طيب، إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ. لازم مجلس النواب او المجلس اللي موجود جوه الدوله يوافق لو في حاله طوارئ او في حاله حرب. حاله الطوارئ دي دايما لو كنا نسمع عنها، احنا عندنا حاله طوارئ، احنا عندنا حاله طوارئ، احنا عندنا حاله طوارئ. طب حاله الطوارئ دي ايه؟ حاله الطوارئ دي بتبقى كل 90 يوم بيتم مناقشتها، هتكمل ولا خلاص كده ما عندناش حاله طوارئ. وده حصل في وقت من الاوقات اللي مجلس النواب جه في وقت من الاوقات قال خلاص يا جماعه احنا ما عندناش حاله طوارئ، فاحنا مش هنعتمد حاله الطوارئ لمده 90 يوم تاني. هي كل 3 شهور بيقول مجلس النواب احنا هنكمل في حاله الطوارئ ولا هنوقف. طيب، ترشيح رئيس الجمهوريه، من حق اعضاء مجلس النواب اللي هم يرشحوا رئيس الجمهوريه. ودي من الحاجات اللي احنا ما كناش دايما بناخد بالنا منها. احنا انتخبنا نواب وموجودين، وجي رئيس جمهوريه وخلص مدته ومشي ومجلس النواب موجود، فجي رئيس تاني حابب ينزل الانتخابات، فراح لاعضاء مجلس النواب قال لهم يا جماعه انا عايزكم تدينوا صوتكم او تزكوني في المجلس اللي انتوا مثلا عدد من اعضاء فوق ال 20 عضو، تدوني صوتكم عشان انزل الانتخابات، عشان اترشح للانتخابات. فده دور بيقدمه المجلس. فعشان كده المجلس ليه صلاحيات بينص عليها الدستور، زي ما احنا قلنا الباب الخامس من الماده 101 لحد الماده 138. طيب، ضمانات بقى اللي المجلس ده يشتغل من غير ما يكون في ضغوط عليه، من غير ما يكون في ضاغط عليه، من غير ما يكون في رقيب عليه. ايه هي بقى الضمانات دي؟ احنا بنقول عليها ضمانات السلطة التشريعية او ضمانات استقلال السلطة التشريعية. دايما لازم يكون عندنا ضمانات ان الناس دي تشتغل من غير ضغط، من غير ما حد يكون حاطط عليها لود عشان ما يأيدش قرارها او يأيد شغلها. اول حاجة اداء اليمين، كل عضو مجلس نواب بيأدي اليمين الدستوري. قبول استقالة اعضائه، يعني ما ينفعش مثلا يجي وزير من بره يقول لي رئيس مجلس النواب مشي لي فلان او مشي لي علان، لا، المجلس سيد قراره، فلان يمشي، فلان عمل ذنب، فلان عليه جرائم، فلان النيابه بتحقق عايزه تحقق معاه، النائب العام بيطلب برفع الحصانه عنه، فلان 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 فلان. فاحنا المجلس، حضرتك هتقدم استقالتك ولا المجلس ممكن ياخد قراره ويمشيك؟ سيد قراره فينا، هو اللي بيعاقب اعضاء المجلس، هو اللي بيعاقب اعضاء. يعني ايه؟ مثلا عضو عمل شيء غلط، المجلس هو اللي بيعاقب، ما ينفعش حد من بره يجي يعاقب. غير طبعا لما يكون في جرائم بيرفع عنه الحصانه وبيتحاكم في محاكم مدنيه. خلاص، المجلس هو اللي بيحط اللائحه بتاعته، محدش بيحطها له. المجلس هو اللي بيحط اللائحه بتاعته، محدش بيحط له اللائحه بتاعته، فهنا سيد قراره في لائحته.
خلاص. فزي ما احنا قلنا يمين دستوري، إقالة، عقاب أو مجازات أعضائه، اختصاصه بوضع اللائحة. وجوه المجلس داخل قبة البرلمان، المجلس وآراء أعضائه وكلامهم لا يحاسبوا عليه قانونا. شتموا الحكومة جوه المجلس تحت القبة في شيء معين أو موضوع معين، مش هيتحاسبوا. زعقوا في وزير، مش هيتحاسبوا. هاجموا قرار أو لائحة داخلية حصلت في حاجة معينة أو موضوع معين، مش هيتحاسبوا. كل آرائهم تحت قبة البرلمان داخل المجلس لا تحاسب. فدي كمان بتديله استقلالية كبيرة. طيب، عندنا كمان جوه المجلس مجموعة من اللجان. طبعا بتختلف لجان المجلس وعددها. يعني احنا عندنا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشؤون الاقتصادية، عندنا لجنة العلاقات الخارجية، عندنا لجنة الشؤون العربية، لجنة الدفاع والأمن القومي، عندنا لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة التعليم، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اللجنة الزراعية، لجنة الصناعة، لجنة حقوق الإنسان، إلخ 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 إلخ. مجموعة من اللجان. خلاص. وبعد ما بنخلص مجموعة اللجان دي وعملها، بيبقى كل لجنة فيها رئيس وأمين سر ووكيلي اللجنة، هنتكلم عليها في وقتها. بس احنا النهاردة عايزين نتكلم على أدوات الرقابة البرلمانية. وأهم في أدوات الرقابة البرلمانية زي ما هنقول عليهم دلوقتي: طلب إحاطة، سؤال، بيان عاجل، الاستجواب، طلب المناقشة العامة. دول أهم أدوات رقابة أو أدوات الرقابة البرلمانية. وطبعا في أدوات تانية، في لجان تقصي الحقائق، في لجان الاستماع والمواجهة، لجان سحب الثقة، اقتراح برغبة أو بقرار، متابعة المجالس المحلية، اتهام الوزراء، حق تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، الزيارات الميدانية، العرائض والشكاوي، وما يستجد من أعمال. خلاص. فدي أدوات. طيب، عندنا أداة زي ما قلنا طلب الإحاطة، سهلة وبسيطة جدا، واسمه طلب إحاطة. ودي النهاردة أول حاجة معانا وهنتكلم عليها. طلب الإحاطة هو أنا بقول لوزير أو بقول لرئيس وزراء أو بقول للحكومة: يا جماعة في حاجة أنتوا مش عارفينها، أحيط سيادتكم علما بالموضوع الفلاني في 1 2 3 4، بالمشكلة الفلانية فيها 1 2 3 4. خلاص. ممكن نقدر نقول ايه، حاجة عامة وعاجلة، يطلب فيها إحاطة رئيس الوزراء أو غيره من الحكومة، يتم كتابتها وتقديمها رئيس المجلس، بتبقى مكتوبة وبتتقدم لرئيس المجلس. وده بيبقى عمل فردي. طلب الإحاطة ده هو عمل فردي. تمام. فممكن أسأل فيه يعني أقدم طلب الإحاطة ده لوزير، لرئيس مجلس الوزراء، لرئيس الجمهورية، عن مشكلة أو موضوع معين الناس ما تعرفش عنه حاجة، أو الأغلبية ما تعرفش عنه حاجة، أو ممكن الوزير يكون عارفه أو مش عارفه. فهو طلب إحاطة اللي أنا بركز له على المشكلة دي أو الموضوع ده. تمام. فزي ما اتكلمنا النهارده كده، ويا رب دايما تكونوا مستفيدين معانا وكل حاجه بنقدمها لكم تستفيدوا منها. ودي كانت اول ادوات الرقابه البرلمانيه معانا، طلب الاحاطه. ومستنيين اسئلتكم وكل اللي انتوا حابين تتكلموا فيه معانا، ومستنيينكم في الحلقات الجايه، وان شاء الله نكمل مع بعض ادوات الرقابه البرلمانيه. وهنقول لكم في الحلقات الجايه ايه اهم اداه رقابيه زي ما نقول كده، اللي بتدي السم في العسل للمسؤول. اشوفكم على خير، ويا رب دايما بألف خير. وكلنا بندعي لمصر ومنتخبنا الوطني اللي هو ان شاء الله بكره يكون قد المسؤوليه ويقدم لنا حاجه كويسه وجميله. واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.